قبل ما نبدأ نصلي على النبي. بيبدأ الفيلم بدري ووالدته باركر اللي بيكونوا بيودعوا كل أقاربهم وأصدقائهم علشان هيسافروا للصين علشان والدة دري عندها شغل هناك، وبيوصلوا دري وأمه للصين، وبيقابل دري هاري اللي بيكون جارهم الجديد، وبيتعرفوا على بعض وبيساعدهم في شيل الشنط. بس ديري بيكون زعلان لأنه ساب بلده وأصدقائه وراح للصين، فبتاخده والدته في حضنها وبتهديه، وبعدها بتسيبه وبتروح تاخد دش وبتلاقي المية السخنة مش شغالة، فبتطلب من دري إنه ينزل يشوف عامل صيانة علشان يصلحها، وبينزل دري لبتوع الأمن وبيسألهم، فبيعرفوا على مكان السيد هاني اللي بيكون ماسك المنطقة في تصليح المية. ولما بيوصل دري بيتكلم مع السيد هان وبيقول له احنا وصلنا لشقتنا الجديدة وفي عطل في المية السخنة وعايزينك تصلحها، لكن بيتجاهله خالص فبيسيبه دري وبيمشي، وبيروح للحديقة اللي جنب السكن وبيقابل هاري جارهم الجديد، وبيخليه يلعب معاهم كرة السلة لكن بيحدفها غلط، وبيشوف دري بنت في الحديقة فبيعجب بيها، فبيشجعه هاري انه يروح يكلمها، وفعلا بيروح دري يتعرف عليها، وبيكون اسمها ليو وبتدرس الموسيقى. فبيجي ولد صيني اسمه جون ومعاه اصحابه وبيضايق ليو وبيرمي لها الورق بتاعها على الارض، فبيساعدها دري وبيجيبهولها، لكن الولد الصيني بيضرب دري وقع على الارض، فبيقوم دري علشان يضربه لكن جون اقوى منه وبيضربه وبيشيله وبيرميه على الارض، فبتشوفه ليه وبتجري عليه وبتحاول تساعده، وهاري لما شافه راح علشان يطمن عليه هو كمان. وتاني يوم بيصحى دري بدري واخد المكياج بتاع والدته علشان يداري مكان البوكس اللي واخده من جون، وفضل يحضر نفسه علشان والدته هتوديه المدرسة الجديدة، وبيلبس كاب على راسه. لما بتشوفه والدته ما بتاخدش بالها من حاجة فبتاخده والدته توديه للمدرسة، وهناك بيقابله المديرة فبتقول له ممنوع لبس الكاب في المدرسة، فبتشيل والدته الكاب من على راسه وبتتفاجئ بالإصابة اللي في وشه وبتسأله وبتقول له من ايه ده، فبيقول لها دري انا اتخبطت وانا ماشي. وفي يوم بيروح السيد هان لشقة دري علشان يصلح له المياه السخنة، وبيشوف دري وبيحاول يتعلم الكاراتيه، فبيدخل السيد هان وبيعرفه مكان الحمام اللي فيه العطل، وبيفضل دري يقلد الحركات من التلفزيون، فبينادي عليه السيد هان علشان يعرفه المياه السخنة بتشتغل ازاي، وبيسأله السيد هان عن البوكس اللي واخده في وشه، فبيقول له دري اتخبطت وانا ماشي. وتاني يوم بيروح دري المدرسة فبيلاقي جون وشلته بيدوروا عليه فبيستخبى منهم، وهو واقف بيسمع صوت موسيقى فبيروح للمكان اللي جاي منه الصوت، وبيلاقي ليه واقفة على المسرح بتتدرب على الموسيقى، فبيدخل لها دري عند المسرح فبتقول له انا بتدرب علشان بحب العزف وعندي بطولة، وبيجي المدرب بتاعها فبيخرج دري بسرعة من المسرح، وبيتفاجئ دري بجون والشلة بتاعته واقفين قدامه وبيحاولوا يضايقوه وبياخدوا بعضهم وبيمشوا. وبعدها بيكون دري ووالدته ماشيين في السوق وفضلت تتكلم وتهزر معاه علشان تخرجه من حالة الحزن اللي هو فيها، وبيشوف دري حاجة كان نفسه فيها فبيسيب والدته وبيجري عليه، فبتجري والدته وراه وبيدخلوا المدرسة كبيرة لتعليم الكونغ فو والكاراتيه، وبيكونوا مبهورين بالمدرسة لأن شكلها حاجة عظمة، وبيدخل دري يبص عليهم فبيتفاجئ بجون بيتدرب في قلب المدرسة، فبيغضب جدا بعد ما كان فرحان انه هيتعلم الكاراتيه. وتاني يوم بيكون دري راح المدرسة فبيشوف جون والشلة بتاعته فبيقرر انه يراقبهم، وعلشان ينتقم منهم بيرمي عليهم مية وسخة زي قلوبهم السودا، وبياخد ديله في اسنانه وبيجروا وهم بيجروا وراه، فبيحاول دري يهرب منهم لكن هم عددهم كتير، فبيلحقوه وبيمسكوه وبدأ جون يضرب فيه بلا رحمة، مفتري أوي الواد ده ومحدش مالي عينه، وبيقع دري على الارض، وبيحاول جون يضربه تاني لكن السيد هان بيمسك ايده وبيزق جون بعيد عنه وبيحذره انه يمشي من هنا، لكن جون عامل فيها الاندرتيكر هو وشلته وبيهجموا عليه علشان يضربوه، لكن السيد هان علمهم الادب وضربهم واحد واحد ومحدش قدر يلمسه، وانقذ دري من ايديهم واخدوا معاه البيت علشان يعالجوا باستخدام علاج صيني، وبتكون طريقة علاج قديمة بس بينبهر بيها دري. وبعديها بيسأله دري بيقوله انت اتعلمت الكونغ فو فين قبل كده، فبيقول له السيد هان احنا هنا لازم نتعلم الكاراتيه من صغرنا، فدري بيقول له انت علمت ناس قبل كده، فبيرد عليه السيد هان وبيقول له لا، فبيقول له دري انت ممكن تعلمني الكونغ فو، فبيوافق يعلمه السيد هان بس بشرط واحد، انه يكون دفاع عن النفس مش الافتراء عن الناس الضعيفة، لان الكونغ فو رمز للسلام مش للظلم. فبيقول له دري جون مش بيستخدم الكونغ فو زي انت ما بتقول كده، فبيقول له السبب اللي علمه ودربه على العدوانية، فبيقول له دري نروح نفهم المدرب بتاعه ان ده غلط، فبيوافق السيد هان انه يروح معاه للمدرب، وبعدها بيروحوا هما الاتنين لمدرسة الكاراتيه، ولما بيوصلوا بيشوف نظام المدرب بتاعهم وبيكون هو السبب في العدوانية اللي عند الطلبة بتوعه، فبيطلب دري من السيد هان انهم يمشوا لان المدرب مش هيساعدهم، وقبل ما يمشوا بيشوفهم جون وبيقول للمدرب بتاعه ان هو ده اللي ضربه، فبيروح المدرب يتكلم معاهم، لكن السيد هان بيقول له احنا جايين علشان نتصالح ويا ريت تخلي الطلبة بتوعك ما يتعرضوش لدري تاني، وبيرد عليه المدرب بطريقة مستفزة وبيقول للسيد هان انه يسيبه يدافع عن نفسه، فبيقول له هاني ازاي يدافع عن نفسه وهو لوحده على مجموعة والكترة بتغلب الشجاعة، فبيقول له المدرب دخول الحمام مش زي خروجه ومستحيل اسيبكم تمشوا بكل سهولة، لكن السيد هان ذكي جدا وبيشوف لوحة اعلان عن بطولة الكونغ فو،
وبيقول للمدرب انا هخلي دري يدخل البطولة ويتحدى جون، وبيطلب من المدرب ان محدش يتعرض لدري لغاية ميعاد البطولة. فبيوافق المدرب على طلب السيد هان وبيأمر الطلاب انهم ميتعرضوش لدري تاني. وقبل ما بيمشوا بيهددهم المدرب وبيقول لهم لو ما حضرتوش البطولة نهايتكم هتكون على ايدي. لكن دري ما بيكونش فاهم كلامه لانه كان بيتكلم بالصيني. فبيسأل السيد هان وبيقول له هما كده مش هيتعرضوا لي تاني؟ فبيقول له مش بالظبط كده، بس لغاية ميعاد البطولة، لانك هتتحدى جون في البطولة دي. فبيخاف دري من اللي حصل، لكن هان بيقول له متخافش انا هدربك. وتاني يوم بيروح دري للسيد هان علشان يعلمه، وبيطلب منه انه يقلع الجاكيت بتاعه ويعلقه وبعدين يرميه على الارض ويرجع يلبسه تاني. وبيفضل دري يعمل الموضوع ده كل يوم بالليل وبالنهار. واستمر التدريب على كده لغاية لما بيجي يوم وبيزهق دري، وبيقول للسيد هان انا كده مش بتعلم حاجة وانا همشي حتى لو هيضربوني. فبيقول له وريني انت بتقلع الجاكيت ازاي. وهنا بيوري له السيد هان حركة ايده، وبيوري له حركات الدفاع عن النفس، وان كل حركة ليها هدف. وفضل يمرنه السيد هان ودري بيكون متحمس جدا. فبيقول له السيد هان ان كل حركة بنعملها في حياتنا الكونغ فو جزء منها. وبعدها بياخد السيد هان دري في رحلة بالقطر، وبيوصلوا لقمة جبل علشان دري يشرب من بئر التنين. وهم طالعين بيشوف دري واحدة بتتحكم في الأفعى بحركتها وبتخليها تعمل كل حاجة هي بتعملها. وبيوصلوا لمكان بئر التنين، وبيقول له السيد هان لو شربت من بئر التنين محدش هيقدر يهزمك. وفعلا بيشرب دري لغاية لما بيشبع. وبيسأل دري السيد هان عن البنت اللي كانت بتقلد حركات الأفعى. فبيقول له السيد هان الأفعى هي اللي كانت بتقلدها. وبيشاور له السيد هان عن المية وبيقول له انت شايف ايه؟ فبيقول له دري انا شايف وشي في المية. فبيقول له البنت كأنها المية بتتحرك في صمت وهدوء. وبيرجعوا من الرحلة وبيستمر تدريبه كل يوم، والتدريبات بتكون صعبة وعنيفة جدا، وكل يوم بيتعلم حركات جديدة وبيطور من نفسه. وبيروح دري يشوف ليه فبيلاقيها متوترة وخايفة بسبب الامتحان بتاع الموسيقى. فبيطمنها دري بيقول لها انا هحضر معاك ومش هسيبك. وبتكون اتأخرت على الامتحان بسبب دري، وباباها بيكون واقف مستنيها وبياخدها بسرعة يوديها الامتحان. فبيجري دري بسرعة عشان يلحق العرض بتاع ليه، لأنه وعدها إنه هيحضر معاها. وبيوصل دري ولاقيها بتعزف حلوة قوي. وبعد ليه ما بتخلص العرض بتاعها بتروح لدري وبتقول له إنهم ما ينفعوش يكملوا مع بعض وما ينفعش يكونوا أصحاب تاني. فبيزعل دري وبيكون مخنوق جدا وبيروح للسيد هان علشان يتدرب معاه. فبيلاقي السيد هان بيكسر في العربية بتاعته اللي كان بيصلح فيها قبل كده. فبيسأله دري وبيقول له انت بتعمل كده ليه؟ فبيقول له السيد هان ان كل سنة بيصلح فيها العربية، وبعد ما بخلصها بيجي يوم وفاة مراتي وابني فبرجع اكسرها تاني. والسبب ان عملت حادثة بالعربية دي وهم كانوا معايا، وانا اللي كنت سايق العربية وكنت سكران. وبتمر الايام وبيتعلم دري حركات جديدة وبيتطور اكتر مع التدريبات. وبعدها بيروح دري للبيت بتاع ليه علشان يعتذر لباباها لانه السبب في تأخير ليه عن المسابقة. فبيلاقي باباها ان دري بيحبها وبيوافق على جوازهم. جواز ايه يا جماعة؟ قصدي انهم يرجعوا اصدقاء تاني. فبيفرح دري وبيطلب منهم انهم يحضروا معاه البطولة. وبيجي ميعاد البطولة بيكون دري متوتر وخايف، لكن السيد هان بيشجعه وبيقول له انت اقوى واحد في البطولة. وبيفوز دري في اول مباراة بكل شجاعة، وبيدخل دري في المباراة التانية وهو واثق من نفسه وفعلا بيفوز. وبتيجي بقى المباراة التالتة وبيقابل دري واحد من المجموعة اللي كانت بتضربه، وفعلا بيفوز عليه دري بس بيضربه الولد في بطنه وبيصيبه. وبينجح دري انه يوصل النصف النهائي من البطولة، وهيقابل ولد قوي جدا من المجموعة اللي كانت بتضربه. فبيقول له المدرب بتاعه انا مش عايزك تفوز، انا عايزك تكسر رجله وتشيل حركته. وبتبدأ المباراة وكل تركيز الولد على رجل دري، واول ما بيمسك رجله فضل يضرب فيها ضرب قوي جدا لغاية لما رجله بتنكسر. فبيجري السيد هان علشان يطمن على دري، وبيشوف الحكم اللي حصل وبيستبعد الولد من المباراة. فبياخدوا السيد هان للمستشفى علشان يطمن عليه. فبيقول له الدكتور ان للاسف دري مش هيقدر يلعب المباراة الاخيرة. وبيعلن المسؤول ان فاضل 5 دقايق، لو دري ما رجعش هنعلن ان الفائز هو جون. ودري بيكون زعلان جدا بس بيصمم انه يكمل المباراة، وبيطلب من السيد هان انه يعالجه بنفس الطريقة الصينية القديمة اللي عالجوا بيها قبل كده. وبيخرج السيد هان وبيقول للمسؤولين ان دري جاي، وبيتفاجئوا كل الموجودين ان دري دخل المسابقة وبقى كويس. والمدرب كمان بيسقف له، الجماهير كلها بتشجعه. وبدأت المباراة النهائية، وبيحاول دري انه يبعد رجله المصابة عن جون، وبنشوفه هو بيتفادى جون بحركته الرشيقة، بس جون بيضربه ضربة قوية جدا وبيطيره من على الحلبة. وبيرجع دري تاني بعد ما خسر نقطة، والمرة دي بيقدر دري يضرب جون ضربة قوية ويقع على الأرض وبياخد نقطة، وكده بقى التعادل. وبيقدر دري يتغلب عليه ويهزمه للمرة التانية. وبينادي المدرب على جون في فترة الراحة بتاعة المباراة، وبيطلب منه المدرب ان يلعب على رجل دري المصابة. وبتبدأ المباراة من تاني، وبيقدر جون ان يتغلب على دري وبيضربه ضربة قوية في رجله المصابة وبيقع على الأرض. والنتيجة كده أصبحت التعادل 2-2. ورغم إصابة دري القوية جدا بيقوم علشان يكمل،
وبدأ يلعب بأسلوب الأفعى اللي شافها في المعبد، وبيفرض أسلوبه على جون، وبدأ جون يقلده ويتحرك معاه. وأول الحكم ما بدأ اللعب دري بيطير في الهوا، وبيضرب جون ضربة قوية خلصت عليه، وبتكون هي دي النقطة التالتة اللي بيفوز بها دري. وبيطلع المسؤول عشان يدي الجائزة لدري، بس جون بيقوله أنا اللي هديها له، وفعلا بيسلم الجائزة لدري. وبتكون والدته مبهورة بيه وفي غاية السعادة، والجماهير كمان بتكون سعيدة بفوز دري، وبيشوف جون وزمايله بيحيوه على الانتصار العظيم ده.